يومنا بقى عبارة عن إيه؟ بنصحى، نشتغل، نتخانق، نتعب، نمسك الموبايل، ننام، نكرر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. عمرك صحيت من النوم وحسيت بتقل في صدرك بدون أي مرض، بدون أي تعب، وروحك هي اللي تعبانة؟ تعب واحد مش عارف ولا حاسس هو عايش ليه. شوف وشوش الناس في الشوارع عاملة ازاي وفي المواصلات، شايف شكل الناس كله ماشي وخلاص. دلوقتي زمان كان في تعب، بس التعب كان ليه معنى. النهاردة التعب من غير رؤية. احنا بقينا عايشين بنعدي الأيام. يومنا بقى عبارة عن ايه؟ بنصحى، نشتغل، نتخانق، نتعب، نمسك الموبايل، ننام، نكرر. السنين بتعدي والأيام بتفوت وبنكبر بدون وعي، بدون ما نقرب لأي حاجة حلمنا بيها بجد وكان نفسنا فيها وعايزين نحققها. والمشكلة الأعظم بدون حتى ما نعرف نفسنا إحنا مين، ولا عايزين إيه، ولا جايين الدنيا نعمل إيه. طيب هو الإنسان جاي كده الدنيا وخلاص بدون معنى، ولا ليه معنى بجد؟ ربنا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أنت مش جاي صدفة، ولا جاي تهزر وتضيع وقت والأيام تخلص. أنت جاي لمعنى حقيقي، جاي لرسالة. لازم تقعد تفكر أنا مين، وجاي ليه، وبعمل إيه. إحنا مشكلتنا مش قلة فرص، مشكلتنا الحقيقية إن إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه. دي مشكلتنا الرئيسية، إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه. فبقينا نعمل إيه؟ بقينا نقلد ونجري ونقارن ونتعب، وفي الآخر بنحس إن في حاجة ناقصة. طب إيه هي؟ مش عارفين. لكن الإنسان لما يعيش بهدف الحياة بتختلف، التعب نفسه بيختلف. أي تعب يهون طالما الهدف بتاعك واضح. ولو مفيش هدف، أقل حاجة تتعبك، أي ضغط تتعرض له، تقع وتنهار وتهرب وتكتئب، وده ما ينفعش. الإنسان اللي من غير هدف عامل زي المركب اللي من غير دفة، تفضل تمشي بس رايحة فين؟ الله أعلم. بس خد بالك، لسه في فرصة، لسه في فرصة إنك ترجع تاني. يمكن كتير مننا تاه وضاع منه حلمه وسط الزحمة والسوشيال ميديا والجري ورا الأحلام والحياة اللي مش بتاعتنا. بس لو عرفت تجاوب على أنت مين وعايز إيه وجاي الدنيا تعمل إيه، هتكون هي دي اللحظة اللي بتبدأ تعيش فيها الحياة بجد. اللحظة اللي بتلاقي فيها روحك بتفوق وبتلاقي نفسك حد تاني. مش كل اللي بيتنفس عايش، ياما في ناس كتيرة قوي عايشين وميتة من جوه. السؤال اللي يغير حياتك بجد مش هتعمل ايه بكرة، السؤال اللي لازم تجاوب عليه: أنا عايش ليه؟